هل ما زال حقا الممثل باريش باكتاش يحب يغمر يوكسيل؟ دموعي عند سماع اسمها في مقابلة حديثة كشفت حقيقة مؤثرة لم يتوقعه أحد وصدمت حقا جميع المعجبين. أهلا بكم متابعي قناة الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. اليوم أقدم لكم خبرا هز عالم الفن وأبقى الجميع في حالة ترقب، لأن ما حدث بالأمس خلال مقابلة حصرية مع الممثل الوسيم والموهوب باريش باكتاش هو أمر نادر الحدوث أمام الكاميرات. بدا كل شيء كأي ليلة عادية مليئة بالأضواء والسجادة الأحمر وأسئلة حول مشاريع جديدة ومستقبل باريش المهني. لكن الجو تغير جذريا في ثواني معدودة عندما لمس سؤال غير متوقع أعمق مشاعره. كان باريس يعجب بكاريزميته المعهودة وابتسامته الساحرة التي تبهر آلاف المعجبين، متحدثا عن مدى حماسه لخطته الجديدة، إلى أن قرر أحد الصحفيين أن يتجاوز ذلك ويذكر اسما يبدو أنه لا يزال جرحا غائرا في حياته. يغمر يوكسل. في اللحظة التي نطق فيها الصحفي باسم يغمر تغيرت ملامح وجه باريس تماما واختفت ابتسامته، ولدهشة جميع الحاضرين وملايين المشاهدين الذين سيشاهدون المقطع لاحقا امتلأت عينه بالدموع، وكانت لحظة صمت مطبق، صمت بليغ. حاول فيها الممثل التماسك لكن المشاعر كانت أقوى منه بكثير. جميعنا نعلم أن قصة باريس ويغمر كانت من أكثر القصص التي تناولها الجمهور وتابعها، علاقة مليئة بالشغف واللحظات التي لا تنسى، والتي رغم انتهاؤها يبدو أنها تركت بصمة لا تمحى في روح الممثل. خافض باريس نظره محاولا إخفاء دموعه، لكن الكاميرات التقطت أدق تفاصيل ألمه وشوقه. بعد ثانوي بدت كأنها دهر أخذ باريس نفسا عميقا وبصوت مرتعش نطق بعبارة تركت الجميع يتساءلون عن إمكانية المصالحة أو عن حب لم يمت حقا. قال هناك أسماء مهما مر الزمن ستبقى لها صدى خاص في قلبي، واسمها أحدها. أثر هذا الاعتراف عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتوقف معجب الثنائي عن التعليق ومشاركة الفيديو، مؤكدين أن الحب بينهما ما زال حيا وأن باريس لم يستطع نسيان يغمر يوكسيل. أظهرت صدق كلمتها أنها لم تكن تمثيلا بل شعورا حقيقيا وعميقا لا يزال يؤثر فيه. لاحظ المراسل ضعف الممثل فحاول تلطيف الأجواء، لكن الضرر كان قد وقع، أو بالأحرى انكشفت الحقيقة. وتبع باريس قائلا أحيانا تأخذنا الحياة في دروب مختلفة، لكن هذا لا يعني أن المشاعر تختفي بين ليلة وضحاها. رؤيتها أو سماع أخبارها سيثير في مشاعر جياشة دائما. وقد فسرت هذه الكلمات من قبل الكثيرين على أنها إشارة واضحة إلى أنه ما زال يفتقدها، وأنه ربما يكون على استعداد للمحاولة مرة أخرى إذا سمح له القدر بذلك. من المذهل رؤية كيف يمكن لرجل قوي وواثق من نفسه أن يصبح بهذه الهشاشة أمام ذكرى المرأة التي أحبها. كان التناغم بين باريس ويغمر جليا، ورؤية على هذه الحال تؤكد فقط أن ما عاشه كان مميزا وفريدا حقا. أصبح معجب كليهما الآن أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأن هذه القصة لم تنتهي بعد، وأن هناك فصلا جديدا لم يكتب بعد. خلال بقية المقابلة وعلى الرغم من محاولة باريس العودة إلى موضوع العمل، كان من الواضح أن عقله وقلبه ما زال عالقين في تلك اللحظة في ذلك الاسم.